انا بحب محمد رمضان. الفيلم كان جيد جدا وحقق نجاح كبير قوي قوي، مفيش بينه وبينه اي حاجه يعني. نجم بحبه جدا وليه جماهيريه كبيره جدا، وبطل بطل يعني فايتر، قدر يحقق نفسه وذكي ونجم محبوب، مفيش بينه وبينه اي حاجه يعني. يعني عبده موتة ده تأليف صديقي واخويا المؤلف محمد سمير مبروك، اشتغلت معاه اكتر من 4 5 افلام. التوقيت ده كان محمد سمير كاتب لي سالم ابو اخته، وهو كان عنده فيلم عبده موتة كاتبه من زمان. فلما قعدنا عند احمد السبكي فبقول لي ايه رايك في عبده موتة وبتاع، قلت له انا هلعب سالم ابو اخته. لكن بالعكس الفيلم كان جيد جدا وحقق نجاح كبير قوي قوي. وانا بحب رمضان وبقدره من حبه لشغله واصراره، بطل بمعنى الكلمه. بحبه على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي. لا، مبسوط له جدا، ده نصيبه هو مش نصيب انا، والحمد لله هو قدر يحقق منه نجاح الكبير اللي يثبت بيه نفسه. ده غير ان هو حقق نجاحات كبيره جدا في كل المجالات، سواء على مستوى الدراما، سواء على مستوى السينما، سواء على مستوى الغنى. هو من اغلى المطربين وانجحهم وانجح الحفلات. انا معجب بيه جدا ويشهد الله على ده من جوه قلبي بجد، وببارك له. ونجم بمعنى الكلمه.